وصفتنا اليوم فطاير السلق بعجينة الزيت تطلع مقرمشة بتشهي. طريقتها كتير سهلة، خلينا نشوف طريقة التحضير. 3 أكواب طحين، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر. خلطت النواشف مع بعضها. هلا بدي اضيف عليهم 3/4 كوب زيت نباتي، وحصرا زيت نباتي لتطلع معي مقرمشة. حاطة مضرب الكف، بدي اخلط، يعني بدي بس الطحين هلا مع الزيت. بسيت الطحين مع الزيت، وصلت لهالنتيجة. هلا بضيف المي الفاترة لتكون عندي عجينة. نقلت عجينتي على جاط وحطيت تحتها زيت، دهنتها بالزيت، وهلا بدي اغطيها وريحها حوالي ساعة، ساعة ونص. عندي باقة سلق غسلتها وفرمتها ومرتها شوي بالملح، حطيت لها شوية ملح وعصرتها لخفف منها شوية سوائل. ضيف عليهم بصلة كبيرة فرمتها فرم خشن ومشوحتها شوي على النار بس لحتى صارت شفافة، لحتى روح طعم الني منها. عندي حامضة غسلتها بدي ابرشها فوق، ملح، فلفل اسود، سماق، زيت زيتون، حامض، بحركهم مع بعضهم. هلا بالنسبة للملح والحامض والسماق هيدي كلياتها بترجع اذواق شخصية، يعني منتبل ومندوق ومنزيد النكهة اللي نحنا منحبها. في ناس بتحب حامضهم ظاهر، سماق ظاهر، في ناس بتحب تحط فيها دبس رمان، فهيدي بترجع اذواق شخصية. شوتي جاهزة، بدي صفيها من السوائل، لان اذا كان فيها سوائل بتفتح العجينة. بعد ما ارتاحت عجينتي، شوفوا ما شاء الله قديشها طرية، وهلا شوفوا قديش الشغل فيها كتير سهل، قديش ناعمة وطرية. هلا في طريقتين، يا اما بحط قدامي طحين وبرقها على الطحين، بعد ما رقيتها، ويفضل انها تكون رقيقة. لاحظوا قديش معي رقيقة. بدي اقطعها. الزوائد ما برجع بعجنهم، بطبقهم على بعضهم وبحطهم ليرتاحوا، برجع بكمل شغل فيهم. بحط الحشوة بالوسط. ضروري الحشوة ما يكون فيها سوائل، اذا كان فيها سوائل بصفيها. وايدي بدهم يكونوا نضاف، لانه اذا كان عليهم سوائل بدها تفتح معي العجينة. بطبقها بهالطريقة، بلش من النص، بسكرها كتير منيح. سكرتها من هون. هلا هيدا الطرف اللي هون وضحت عنا الفكرة. طلعت عنا قطعة الفطاير. هيدي ميني، بنقدر نكبر حسب ما بنرغب. اعمل التانية، نبلش من الوسط ونطبقها على بعضها. هيدا الطرف نرفعه لهون. بحط قدامي صحن، بحط عليه مسحة زيت. الزيت بدها تكون مسحة وفيرة، باخد قسم من العجينة وبلش بمدها. تنمد معي بكل سهولة. اهم شي تكون عندي اياها رقيقة، وخاصة الاطراف. بعد ما رقيتها بحط الحشوة بالوسط. بهالطريقة ما بقدر اتعامل معها مثل اول طريقة. هون طريقة التسكير بتكون مختلفة. بدي اخد هيدا القسم حطه على الحشوة، باخد القسم التاني بلفه هيك بهالطريقة، وهيدا الجزء برفعه هيك، برجع بقلبها، بضغط عليها، بحاول ظبطها شوي. هيك صارت جاهزة، بحطها على الصينية. صينيتي صارت جاهزة تدخل على الفرن، بس قبل ما ادخلها على الفرن برجع بعمل لهم دهنة بالزيت على الوجه. الزيت هو اللي بيخليها تطلع مقرمشة. هالوصفة بدها كمية زيت منيحة. وبعمل لها تنفيسة. بدخلها على الفرن محميته قبل بوقت، درجة الحرارة عالية 220. الفطاير بعد ما طلعوا من الفرن ما شاء الله، شوفوا الوانهم. هيدي الصينية اللي رقيناها على الطحين، شوفوا كيف، اسمعوا القرشة، سامعين كيف مقرمشة. شوفوا ما شاء الله ما فتحوا معنا ابدا. هيدول اللي رقيناهم على الزيت كمان، اسمعوا. افتح لكم واحدة
شفتوا القرشة مقرمشة مقرمشة. افتح لكم واحدة من الصغار. لاحظوا قد ايه العجينة رقيقة. انا بيهمني ان العجينة تكون رقيقة مشان ما ناكل بس عجين، وبنفس الوقت لا تطلع معي مقرمشة. وهيك بتكون انتهيت وصفتنا لليوم. بشوفكم بوصفة جديدة من اكلات مع ام محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.